ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. والنهاردة جايب لكم فيلم حكاية، بس الأهم عندي تتابعوني للنهاية. وفيلمنا بيبدأ بماس كهرباء في قرية سوكالا، وسوريا بيتقلب هنا بالموتوسيكل. ويلا بينا نبدأ الحكاية من أولها. وسوريا بيبقى شخص عدواني قوي، يعني بيتخانق مع أصحابه كده في المدرسة، لدرجة إن حبيبته كالو هنا في مرة كانت بتحوشه، وهو ساعتها مسك في رقبتها غصب عنه. وفي مرة هنا مسك الخشبة المولعة نار وطلع يجري بيها ورا خاله هنا الحبسكي اللي كان مبهدل مراته هنا. وبتقعد أمه معاه على البحر وتقول له أنت لازم تتحكم شوية في العصبية، أنت أكتر من مرة كنت بتتعصب على حاجات ملهاش أي لازمة وحاجات تافهة كمان وصغيرة، وعلشان كده هنحدد يوم في الأسبوع تكون خطبان فيه، وبتكتب معاه على الحيطة اليوم اللي هيكون فيه الخطب بتاعه يستاهل فيه، وأنا بصراحة مش هتكلم معاك ساعتها. وفي آخر يوم من عمرها كان سوريا نايم هنا على رجلها، وبتحكي له وبتقول له لو تعرف ان الخطب الحقيقي ان انت مش تخلي الناس تخاف منك، دي حاجة تانية. وللأسف كان آخر يوم هنا يسمع صوتها فيه، وأمه ماتت الصبح. ولما كان هنا على الأرض جه خاله هنا وسعى وقال لها انت متي خلاص من غير ما تقولي لي فين مكان مراتي وبنتي، وهتفها ساعتها هنا بالشبشب بتاعه. وسوريا بيشيل الشبشب هنا من وشها وبيمسح كمان الطين، وقال لها النهارده الخطب بتاعي يستاهل ولا لا. وساعتها كان يوم السبت، وقام هنا كاب الشومه ونزل بيها على خاله. وعدت السنين، وكان ابو سوريا هنا قاعد مع الدكتوره نانتو وبيحكي لها ان سوريا بيعبر عن خطبه يوم السبت بس، وكل يوم من الحد للجمعه بتحصل مشكله بيكتبها هنا في المذكره، ويوم السبت اللي سامحه بيشطب على اسمه، واللي ما سامحوش هنا بيطلع خطبه كله عليه، حتى الناس كمان اللي مش اهله بيتعصب عشانهم. وفي يوم هنا كان في القهوه وشاف بويا متعور جنب عينيه، وسوريا قال له تعال نروح لرئيسك هنا توما اللي ضربك. وراحوا ساعتها لتوما، وسوريا قال له انت غلطان علشان ضربته في وشه، كان ممكن هنا عينه تروح فيها. وطلب من توما ان هو يسمع عذر بويا ان هو قدم الساعه 10 دقايق، وخلى ابويا يقول ان انا قدمت الساعه 10 دقايق علشان ابويا مات في حادثه قطر، وامي قالت لي لو كان كه بدري 10 دقايق ما كانش حصل اللي حصل ده، وعلشان كده انا بقدم الساعه 10 دقايق علشان اروح بدري. وساعتها قام توما عور بويا تاني هنا كان بعينيه، وزميله حط وش سوريا هنا على الترابيزه، وتوما قال لبويا روح خيط هنا الجرح وكمل شغلك عادي، والمره الجايه هبقى اطير لك كمان عينيه. ومشي ساعتها بويا هنا مع سوريا وهو زعلان قوي، ويقول له انت جبتني علشان انضرب تاني. ولما جه يوم السبت راح سوريا هنا وروق على رجاله توما كلهم، واخد كمان حق الولد وعور توما كمان كان بعينيه، وقال له سوريا روح خيطها بقى يا كبير وكمل شغلك عادي. فتوما قال له ليه ما تعاركتش معايا يوميها وجبت حقك هنا؟ فقال له سوريا انتوا عندكم 7 ايام في الاسبوع، لكن انا عندي يوم واحد بس اتخانق فيه. وبيكون لسه ساره ابو سوريا قاعد مع نانتو وبيحكي لها ان توما هنا بعت رجالته وكريو كمان ورا ابو سوريا وعدموه العافيه، وبنته كمان بقت تعمل له مساج على ظهره علشان يتحرك. وراح سوريا السبت اللي بعته ولسه هيضرب توما، بس الصواريخ هنا ولعت والساعه كانت 12 خلاص. حس توما حلو بقى ان سوريا هنا سامحه، وبيقول ابو سوريا لنانتو ان سوريا عنده هنا قاعده لو عدى يوم السبت من غير ما يطلع خطبه يسامح الراجل، وبيعتبرها اشاره ان امه مش عايزاه هنا يطلع خطبه فيه. والطفل سوبر هنا بينادي على سوريا ويقول له شكرا ان انت رحمت جدي. ونانتو بتسال ابو سوريا عن حبيبه سوريا، فبيحكي لها ان سوريا بيمسك صورتها وهي صغيره كل يوم قبل ما ينام على امل ان هو يقابلها، بس ابوه عمل حركه كده علشان ينساها. جاب واحده هنا مسيفه على انها كالو وقالت له امي ماتت من 4 سنين وانا اتجوزت كمان وخلفت، وكمان وريته هنا صورتها مع جوزها على التليفون. ودخل سوريا هنا الاوضه وفضل حاطن هنا المخده وهاتك يا عياط. وباترا ساعتها اخته دخلت عليه وشايله ابن كالو علشان تواسيه، وبتقول له خلاص يا اخويا ما كانتش من نصيبك. ونانتو هنا بتقول لزارا يا حبيبي ابنك مشاعره رهيفه قوي، وبيحكي لها ساره ان سوريا بوظ الدنيا اكتر من كده كمان، وان اخته فرحها كان يوم الجمعه واختلفت مع خطيبها هنا على الفستان بتاع الفرح. وباترا ساعتها مشت الدنيا، بس الساعه كانت هنا 12 بالليل. وجه يوم السبت وسوريا ساعتها ضرب ابو العريس ومسكوا في بعض. وبيقول ساره لنانتو انا جيتلك علشان احذرك ان جوزك اسمه كان مكتوب هنا يوم السبت في المذكره. ونانتو
ساعتها بترن على جوزها، وسوريا بيرد ويقول لها ان حرارته 102 وبعمل له كمان كماتات. والحكايه ان شان هنا مع بطره في المدرسه، وفي يوم بطره كانت داخله المعمل وشافت طالبه هنا وهي مفطوره من العياط علشان شان اتحرش بيها، وشان ساعتها هدد بطره لو حكت اي حاجه من اللي حصلت. وعلى ما نانتو هنا وصلت البيت كان سوريا خرج بعد ما طلع خطبه فيه، ودخلت نانتو هنا على جوزها ولقت جوزها ساعتها متكسر على الاخر، ودي بتكون كالو الحقيقيه. وبتروح الاسم وبتدي ملفها هنا اللوته وبتقول له ان اسمها شارو وهتنضم هنا للخدمه وعايزه تقابل المأمور. وبتفضل هنا قاعده في الاسم، وفي اخر ما هي بتزهق بتقعد على عتبه الاسم هنا في الهوا، وبيروح لوده يقعد معاها ويقول لها اول ما هتقابل المأمور هتتمني ان انت يا ريتك ما كنت شفت وشه اصلا. وبيبقى هنا المأمور تايه نازل ضرب على وش شوفه، ورجاله كومار نازلين ضرب في عيل غلبان، وبيروح كومار هنا يوري له دراعه المربوط ويقول له دي اخرة اللي بيحاول يقتلني. والولد بيحلف ان هو كان قاصد يحميه، وكومار بيخلع له هنا ضوافره. وبيجي بيشا هنا الاصلع ويقول لكومار الكاميرات جابت الولد وهو بياخد السكينه من القاتل ولولاه كنت مت. وكومار ساعتها بيساعد معاهم ويقول لرجالته ياخدوا الولد بسرعه على المستشفى ويتكفلوا كمان بكل العلاج. وتايه لسه نازل ضرب في شوفه ويقول له طلعت مالكش اي سعر ومفيش كلب رن هنا يسأل عليك. وبيروح لصوتها هنا وبيقول له سيبه يمشي، ولو كان ليه لازمه هنا كان كومار رن وقال لي هوقع هنا على الورق وسيبه. بعد ما بيسيبه هنا بيرن كومار على تيه ويقول له هوقع لك على الورق بس سيب هنا شوفه. وبعدها بيتعصب تايه قوي ان هو ضيع الفرصه، وبيروح يطلع خطبه هنا فراشه الغلبان هنا وبينزل عليه ضرب. وبيقول لوتا لشارو ان المأمور كل ما يتضايق بيجيب واحد من الشعب وينزل فيه هنا ضرب، والصبح بيكمل ضرب هنا في العامل بمجرد ان هو سأله بس فين مكان الحمام. كالو ساعتها بتقول لبنتها احنا غيرنا اسامينا وحفرنا كمان قبورنا بايدينا علشان ابوك ما يعرفش عننا اي حاجه، والمفروض نشكر عمتك سوريا اللي ما عرفتهوش مكاننا وتتجوزي كمان سوريا. فبتقول لها شارو سوريا اكيد هنا ما بعدش عن البلطقه وما تجيبيش سيره الحوار ده تاني. وشارو ساعتها بيصعب عليها راشو وبتدخله كوبايه الميه في الزنزانه، بس راشو بيلمح تايه هنا جاي وبيروح يعمل نفسه نايم. وبيدخل تايه هنا وشارو بتديله الملف وبيقول لها تايه ريحه البرفيوم بتاعك حلوه قوي. فبتقول له شارو انا مش بحط برفيوم. فبيقول لها تايه تبقى ريحه جسمك حلوه، وبيضحك ساعتها وبيقول لها هتخلي العربيه ريحتها حلوه. وبتدخل شارو هنا اللوده وبتقول له ابويا كان بيضرب امي كل يوم من غير اي سبب، علشان كده انضميت للوظيفه دي وحبيت اساعد كل ست. ولما بتتمشى معاه بالليل شارو بتقول له راشو اهله هنا مش بيقدموا شكوى، فبيوريها ساعتها مرات راشو وبنته اللي نايمين هنا على الرصيف على امل ان هم يصعبوا على تايه علشان يخرج راشو. وبتروح شارو هنا الصبح لمرات راشو وبتقول لها تعمل اكل وهي هتدخله لجوزها، وبتدخل شارو هنا الاكل الراشو في السنسانه. وبيجي سوريا هنا القريه وبيركن الموتوسيكل وبيروح تايه هنا ياخد عربيته وبيطلع وبيخبط عربيه واحده ست، والست بتقول له يا اللي ما عندكش عقل مش تحاسب. فتايه ساعتها بيوقف شارو قصاد العربيه وصوتها هنا وراها ويروح ياخد عربيته ويخبطها في عربيه الست، والست بتكون مرعوبه قوي. وسوريا هنا بيجري يفرخ هنا بنزين الموتوسيكل في الخطا وبيطلقه تحت عربيه تايه، وسوريا بيطلب منه ان هو ينزل ويقول له عربيتك هنا بتسرب لو اتحركت بيها هتنفكر بيه. وبينزل صوتها هنا يبص تحت العربيه وشارو بتدوس على الخطا علشان ما حدش ياخد باله. وتايه بيقول للست انا عندي عقل يا وليه ويلا امشي من هنا، وسوريا بيخليها تمشي وبتركب شارو هنا العربيه علشان تسوق لتيه. وبتبص لسوريا بنظره اعجاب وبيروح سوريا هنا يطور الموتوسيكل وبياخد باله ان البنزين كله وقع والخطا اصلا مش لاقيه، وبيبقى ماشي هنا قارن الموتوسيكل وشارو هنا بتقابله وبتديله الخطا وبتقول له انا شفت اللي حصل ومعجبه باللي انت عملته. وبتاخده ساعتها على السكوتر بتاعها علشان توصله هنا للبنزينه ويملوا الازازه،
وبتطمن عليه لحد ما ملى هنا الموتوسيكل بتاعه بالبنزين. ولما سوريا بيكتب اسم تايا في المذكرة بيفضل هنا يفتكر شارو ونصرتها ليه، وبيطلع هنا لابوه وبيقول له هنا سوريا ان هو مش مبطل تفكير في شارو. وسوريا وشارو علاقتهم هنا بتتقرب مرة في مرة، وبيخرجوا وبيتعرفوا على بعض اكتر واكتر. وبيتمشى سوريا هنا مع شارو بالموتوسيكل وبيقول لها ان هو كان بيحب بنت عمه زمان، وهي بتقول له ان ملهاش ماضي، بس لما تتجوز مش هتبقى عايزه ترتبط براجل عنيف. وبيقول ساره لابنه البت واقعه فيك، بس افرض شافتك يوم السبت. فبيقول له سوريا وهي هتعرف منين؟ وشارو هنا بتدخل الاكل لراشه وصوتها هنا بيشوفها ويضربها ساعتها. وسوريا بيروح يخنقه وهو في السينما، وبتتمشى شارو معاه وبتقول له انا سمعت عن راجل السبت وشك ان هو بيراقبني. وقبل ما بتمشي هنا بتعترف له بحبها وبتديه هنا ظهرها وبتمشي. وسوريا قلبه هنا بيرفرف وبيكون فرحان قوي، وبياخدها لفه هنا بالموتوسيكل، وبيبقى طبعه هنا غيور عليها ومش بيخليها تقعد جنب الرجاله في المواصلات. وبيقول شوف القمار ما فيهاش حاجه لما تتنازل عن الارض، ده في الاول والاخر اخوك وفي بينكم هنا تم. وبيدخل تايا هنا سنسانه لراشه وبيقعد جنبه وبيقول لهم خلوه يرجع لاهله، اخويا كتب لي الارض خلاص وما عدتش هنا محتاجه. وبيجي مارتن هنا لتوما وبيقول له سوريا عايش هنا قصه حب، حبيبته اصلا ما تعرفش ان هو راجل السبت. فبيقول له توما يبقى نجمع كل العصابه بتاعتنا ونديله هنا علقه موت يوميها، وساعتها مش هيقدر يعمل حاجه قصادها. وبتطلب هنا شارو من امها تقسم حبيبها على الغدا وتعرفوا عليها. وبيقول ساره لابنه انت لازم تعرفها الحقيقه ان انت راجل السبت، عشان لو اكتشفت بنفسها هتبقى في نظرها راجل كذاب. وبيبقى تايا هنا في بيت اخوه وكل شويه العامل بيجي ويقول لهم تشربوا ايه، ومش بيقدم لهم اي حاجه. وبيقوم تايا ياخد العامل هنا ويبص في كاميرا كومار ويسيب البيت، وساعتها بيمشي. وكومار بيقوم يهص وسطه علشان جاب اخوه البيت واقل منه هنا. وبيطلع تايا هنا غضبان وبيجري راشه هنا يستخبى مع مراته وبنته ويقفل الباب. وتايا نازل ضرب في راجل عجوز، ولما شاف صورة اخوه تلق عليه هنا البويا وبوظها على طول. وبينزل ضرب هنا في راشه علشان راسم هنا صورة كومار. ولالي ساعتها بتتشعلق في رجل تايا علشان يسيب ابوها، بس تايا ساعتها بيسوقها وبتقع لالي هنا قطع النفس. وبيرن سوريا على شارو وبيقول لها اتاخرت عليا ليه، وبيبقى سامع صوت الضرب والصويت كمان. وام لالي ساعتها بتنادي على حد يلحق بنتها وجوزها، والناس قاعده في البيوت قافله على نفسها خايفه من تايا. وبيجي سوريا هنا يشيل لالي وينقلها على المستشفى. وتقول شارو الام لالي جه الوقت اللي انت تقدمي فيه الشكوى. فبتقول لها ام لالي لو قدمت شكوى احتمال هنا بنتي تموت، خلاص اتعودنا على الاهانه خلاص وما نحاربش الشيطان. وبيقعد سوريا هنا وشارو قصاد المستشفى ويقول لها انا هجيب حقهم. وتقول له ما تفكرش ان انت هتست مع تايا زي ما تلات شويه بنزين قبل كده. وتقول له كان نفسي راجل السبت يبقى قصاد النهارده واطلب منه هنا الخدمه. فبيبص لها هنا وبيقول لها اطلبي. فبتتفاجئ ساعتها وبيجي رجاله توما وبيضربوا سوريا. ومارتن ساعتها بيمسك شعر شارو وبيقول لهم مش قلت لكم ان هو مش هيقدر يمد ايده علينا قصادها؟ بس سوريا ساعتها بيخيب ظنهم وبيروق عليهم كلهم وضرب فاخر من الاخر. ويقف هنا ويقول لهم الخلاف بيني وبينكم ليه تلمسوها؟ والعيال ساعتها بيحتفوا عليه هنا الاسايس، وسوريا بيحتفهم هنا بالترابيزه. وبيقعد هنا مع شارو وبيقول لها القريه من النهارده مسؤوليتي. وبيحكي لها عن نارا اللي كان بيقسي الناس لحد ما اتفق عليه 2 شباب قتلوه. وشارو قالت لامها انها وقعت في حب راجل السبت بعد ما عرفت هنا حقيقته ومش عايزاه يبعد عنها. وبتقف شارو هنا مع سوريا على البحر وبتقول له ان انت قلت ان القريه مسؤوليتك، بس لو طلبت تايا هيقلل من خطبك ومش هيحل مشاكل القريه. وبيقول تايا للمحامي ان هو هيقتل اخوه علشان يورثه. وبتقعد شارو هنا مع سوريا وبتقول له لازم كومار يعرف ان اخوه هيقتله وبكده نخلص من تايا. فسوريا بيقول لها لو تايا مات هيجي فاسد خير ويمسك البلد، احنا المفروض نطلع الخوف اللي جوه الناس ويصحى الشعب على يافطه هنا مكتوب عليها انا قررت اتخلص من الخوف اللي جوايا واخد خطوه هنا واحارب الشيطان. وبيبقى سوريا واقف هنا وعامل فيها من بنها وبيسال الناس مين اللي كتب اليافطه دي وهيعمل ايه. ويحط ساره هنا منوم في الشاي لابنه علشان ما يخرجش. وسوريا ساعتها بيطوخ هنا على الباب وابوه بياخده هنا ينيمه على كنبه. وبيروح شويه شباب يعملوا نوش هنا في شغل
شغل سوريا وبيضربوا لهم هنا كام واحد، وبيرن واتش هنا على ساره وبيقول له ان في عصابه هنا مستحلفه لابنك وكيالك هنا البيت. وساره ساعتها بيقفل الشبابيك وبيكتم هنا صوت شخير ابنه علشان محدش يحس ان هو موجود جوه. وشارو ساعتها بترشق في عربيه الموس وبتعمل نفسها هنا مش عارفه تطور العربيه وعطلت علشان ما تروحش الخماره قبل ما سوريا هنا يكلها. وبينزل تايا هنا وبيرفع السلاح على السواق التوك توك علشان يوديه الخماره الكمار. وبتوصل باترا هنا بالعربيه والرجاله ساعتها بيشوفوها، وباترا بتدخل البيت وبتلاقي الباب مقفول بالقفل وبترن على ابوها وبتقول له انها بره. فبيقول لها ساره طيب تعالي من الباب اللي ورا واوعى حد يشوفك. وابوها بيتفاجئ هنا ببطنها انها حامل وبتدخل تقعد معاه في البيت. والعصابه هنا بتكسر الازاز وبتشوف سوريا ساعتها وبيكسروا الازاز البيت كله وبيدخلوا عليهم. وساره بيحوش عن ابنه وبيقلد صوت مراته النهارده الخطب الحقيقي. وقبل ما الشاكوش هنا بينزل على سوريا بيفتكر امه وبيصحى هنا وبيروق على الكل وضرب فاخر من الاخر. وساعتها بيشوف اخته وهي حامل وبيدخلها الاوضه هنا مع ابوها وبيحسس على بطنها وبيقول لها سوريا للطرقاتي انا بقيت غريب عنك وما تقوليليش ان انت هتبقي ام. وبيطلع يكمل طرب في الرجاله وبيكمل بقيه الطرب وبيروق عليهم وطرب فاخر من الاخر. وبيبقى تايه هنا في الخماره ولسه هيقتل كومار. سوريا بيروح علشان يضربه وبيلاقي الساعه 12 وساعتها هنا بيتراجع. ولما بيشوف بويا بيفتكر لما كان ماشي معاه وقال له ان هو بيقدم الساعه 10 دقايق. وسوريا هنا ما بيصدق وبيروح ينزل هنا على تايه بالايد في وشه وبيضربه وبيروق عليه وبيتوس عليه كمان. وبيجري عيل هنا بالعجله يسقف في القريه ان تايه هنا انطرد. وبتبقى باترا هنا في المستشفى وبتقول لهم لو عايزين نعيش معاكم لازم سوريا يتخلى عن معارك يوم السبت. وبيقعد سوريا هنا مع نفسه في الاوضه بتاعته وبيفتكر وهو صغير لما كان قاعد مع امه وقالت له خلي بالك من اختك انت وابوك. وبيبقى تايه هنا عند اخوه واخوه كومار مفكر ان هو جه هنا علشان انقذه من القاتل ويقول له انا هديك خلاص الارض والبيت بس تجيب لي القاتل. وبيروح تايه هنا الشغل عادي وبيدخل المكتب عادي وبترن شارو هنا على سوريا وبتقول له البلد كلها بتطور عليك انت لازم تسيب القريه علشان خاطر اختك الحامل ما يحصل لهاش اي حاجه. وبيقول صوتها هنا لتايه سيبك من اللي حصل الراجل بصراحه عمل معاك الكميل على الاخر واخوك هيكتب لك الارض. وبيروح تايه هنا يلسق وش صوتها هنا في الترابيزه وبيقول له تضربني وانا حسيت بالالم ولازم اخد حقي. وبيروح سوريا هنا لتايه الاسم وبيقدم بلاغ ان هو راجع من الشغل وانطرب يوم السبت وبيساله تايه انت شغال فين. وساعتها سوريا بيقول له انا موظف في شركه حكوميه. وتايه بيقول له يوم السبت اجازه الموظفين الشركات الحكوميه. وساعتها تايه بيشطه على السنسانه ولسه هينزل عليه هنا بالشومه. سوريا بيقول له لا وبيبقى كمان خالص. وتايه بيتاكد ان هو مش راجل السبت اللي طربه وهو شكله اصلا كمان كده. وبيقعد تايه هنا جنبه وبيقول له انا لما انطربت كانت الدنيا ضلمه ومفيش خيرك اللي ممكن تتعرف عليه. وبيفضل تايه هنا يوريله شباب من نفس العمر وسوريا بيقول له مش هو. وفي يوم بيجيب كومار هنا سوريا وهو متكتف وبيقول لتايه هو اللي عمل كده معانا. فتايه ساعتها بيفكه وبيقول له تنطرب سينا والقاتل احنا عرفناه خلاص. وصوتها ساعتها بيوريهم اليافطه اللي مكتوب عليها انا هحارب الشيطان. وتايه بياخد سوريا يوريه للشعب وهو بينطرب وبيسال مين الراجل اللي طربك. وسوريا بيقول له ولا واحد منهم. وبيبقى صعبان عليه قوي الناس. وبيبقى سوريا هنا مع ابوه وحكى له كل حاجه حصلت وابوه بيقول له انهي الموضوع بالطريقه اللي انت عايزها وافتكر لما امك قالت لك الخطب الحقيقي مش ان انت تخلي الناس تخاف منك بالعكس الخطب ان انت تخلي الناس هنا شجاعة. وبيتخيل هنا سوريا امه وهي بتضحك له وبيروح للشعب وبيقول سوريا للناس الراجل اللي طرب تايه هنا مستخبي وسطيكم وعامل فيها ان هو كمان علشان كده لازم كل واحد فيكم يكون شجاع عن اللي جنبه وبكده محدش هيشك هنا فيكم. وبيسأل كومار تايه انت ازاي انت عرفت ان انا في الخمارة لما الراجل السبت جه هنا يقتلني. فبيقول له تايه انا مراقبك علشان احميك طول الوقت. وكومار ساعتها
بياخده بالحضن. وبعدها تايا بيستعيد هنا معلوماته وبيعرف ان شارو الوحيده اللي كانت عارفه ان هو رايح الخماره. وبيجي كومار هنا لتايا وبيوري له هنا الفيديو وان الكاميرا جايباه وهو رافع السلاح الاول عليه وكان عايز يموته. وكومار بيرفع المسدس على تايا بس للاسف هو اللي بيموت. وتايا بيقلب الترابيزه وبيدخل صوتها ساعتها وبيعمل عبيط ويقول شافه ساعتها ورجالته سوريا جه وقتله وكري على طول. وبيرن تايا هنا على سوريا وهو خاطف شارو ومعذبها كمان. وبيروح سوريا هنا لشارو وبيتفاجئ بامها ان هي خالته ولسه عايشه وبتقول له ام كالي ايوه شارو تبقى كالو. ويبقى تايا هنا ماشي بالعربيه وقارر شارو هنا من شعرها. وبيجي سوريا هنا بالموتوسيكل علشان يلحقها. وتايا بيقابله هنا بالكارتل في ستره وبيتقلب سوريا من الموتوسيكل وبيضربوا هنا لحد لما سوريا هنا بيقع في الارض وبيشوف حبيبته سايحه في دمها وبيفتكرها وهم صغيرين. وتايا بيكيله هنا ويقول له حبيبتك نسفت كتير، لو حد منهم شجاع وطلع هنا يحط عينه في وشي انا اللي هوديك هنا المستشفى. وبيقوم سوريا ينادي عليهم ولو ما اتحركتوش النهارده مش هتتحركوا تاني. واهل القريه هنا بيطلعوا بس تايا بيخليهم ينزلوا على ركابهم. وبيقول لسوريا ان الخوف اقوى من الشجاعه. وبيقول للناس ان سوريا راجل السبت اللي كتب هنا اليافطه وضربني علشان يطلع منكم هنا الشجاعه. وتايا بيرسع هنا سوريا في العربيه وبيقفل الكبوت كمان على ايديه وبيعوره. وبيبقى ساره هنا راكع عادي بالتوك توك وبيسال الناس على فكه علشان يحاسب السواق. وبيروح يشوف ابنه في الارض وسوريا بيقول له ان شارو تبقى كالو. وبيروح ساره يجيب تسك وبينادي على تايا ويقول له تعالى اقعد هنا جنبي علشان ممكن ما تعرفش تقعد تاني. وتايا بيقول لهم الراجل اتهبل لما شاف ابنه مضروب. وساره بيقول له تعالى بس الاول انا وابني متعودين على كده كتير. وبيحكي لتايا ابني لما بيخطب من شخص مش بياخد رد فعل غير يوم السبت. وبيفتكر سوريا لما كانت اخته هنا قالت له ما تنساش لما امك قالت لك لما يجي الوقت اللي تستحق فيه الخطب انا مش حكت لك وابوك حكالي على كل حاجه وانا معاك. وساره لسه بيكمل له ويقول له ان كالي هنا تبقى حب حياته ومش هيسيب حقها. وتايا بيقول لهم افهم من كده ان هو مش هيتصرف خير لما الشعب يبقى شجاع. طيب انا هخليه يجيب اخره. وبيقوم تايا هنا يجيب الطفله لالي من شعرها وبيرميها على الارض وبيقول لابوها تعالى دافع عنها. وابوها ساعتها مش بيتحرك نهائي ولسه تايا هيدوس عليها. سوريا بيمسك رجله وبيمنعه وتايا بيحط رجله تاني عليها وسوريا مره تانيه بيمنعه. وبيقوم شاتا هنا وبيضرب تايا بالقلم وسوريا بيقول كده كفايه. ويقوم هو يدي لتايا هنا بالرجل يرسعه في صندوق الكهرباء والشعب ساعتها بيتحرك وبيبقى هنا شجاع. وبيروح هنا يضرب رجاله تايا وسوريا بيتعامل مع تايا. وساره بيقوم هنا شارو علشان يوديها المستشفى. وسوريا مكمل ضرب هنا في تايا لحد لما تايا بيقعد على الارض. وسوريا بيقول له لو حد منهم صعبت عليه وطلب بس يوديك المستشفى انا بقى اللي هوديك بنفسي. وبيروح سوريا هنا اللالي وبيقول لها زمان كان في راجل شرير اسمه نارا واتفق عليه 2 رجاله يقتلوه بس ده كان زمان. النهارده في العصر الحديث لازم هنا نبدأ بنفسنا ونغير نفسنا كمان وما ننساش حد يجي يغير الغلط. وبيجي يشوفها هنا وهو بيتعامل مع تايا وبيولع فيه وبيعدي كام يوم حلوين. وبيقف سوريا مع حبيبته هنا وبيقول لها دي حياتي مليانه هنا مخامره كتير واثاره وتشويق كمان بس بصراحه ما فيهاش اي رومانسيه. وبيسالها انت قلبك حن لحد غيري؟ فبتبص له هنا بحب وبتقول له قلبي مال هنا الراجل البنزين اللي انقذ الست. وبيعملوا هنا اسبوع لبنت باترا وسوريا بيشيلها هنا وبتبقى بالنسبه له زي امه اتولدت من جديد. وبكده بيكون خلص فيلمنا وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.